ضمن نشاطاتها الثقافية المتواصلة، استضافت دائرة العلاقات العامة في قصر الثقافة والفنون بمحافظة بابل الفنان رحيم مهدي وادي في جلسة حوارية تناولت محطات من مسيرته الفنية وتجربته الطويلة في مجالات المسرح والإذاعة والتلفزيون. الشكر الموفور إلى دائرة قصر الثقافة والفنون لدعوتي في هذه الأمسية، والشكر أيضا للأستاذ الفنان باسم اللبان على مبادرته الكريمة، حيث قدمت سيرة ذاتية عن رحلتي في الفن لمدة 50 عام، ما يقارب 50 عام أو أكثر. قدمت فيها الكثير من الأعمال المسرحية والسينمائية والموسيقية، وأتمنى أن تكون هذه الأمسية التي قدمت قد راقت للجمهور الكريم الذين هم عبارة عن أخوة الفنانين والأدباء والمثقفين من أبناء بابل. شكرا لهم، شكرا لكل من حضر وتعنا لكي نلتقي ونتحاور من أجل أن نؤسس لمسرح وسينما وموسيقى هادفة تخدم الإنسان العراقي. شكرا جزيلا. الفنان رحيم مهدي وادي. وقدم الفنان رحيم مهدي استعراضا مفصلا لسيرته الفنية، مستذكرا أبرز الأعمال التي شارك فيها والتنقلات التي خاضها بين خشبة المسرح والسينما والتلفزيون في مسيرة امتدت لسنوات طويلة حافلة بالعطاء. شكرا للبيت الثقافي، وهو ينتزع فنان. مطربة الحي لا تطرب، محجب من جميع الجهات. اليوم أنتم تحيون فنان شامل، مسرحي، موسيقي، كاتب، مخرج، فيستاهل. هنيئا لكم من تطلعوهم من المقابر الجماعية، لأن هذا الرجل اللي راح يعلن تاريخه محارب من جهات أخرى. ثار هادي مخرج مسرح. ويعد رحيم مهدي من الأسماء البارزة في خارطة الفن البابلي، كونه أحد أعضاء نقابة الفنانين والمسرحيين، حيث أثبت حضوره من خلال العروض المسرحية التي تنوعت بين الفصحى والشعبية، وتميز بأدائه للأدوار الكوميدية والجادة على حد سواء. الفنان البابلي المسرحي الكبير رحيم مهدي وادي، هذا الفنان الذي قدم لبابل الكثير من الأعمال الفنية، وهو بحسب رأيي فنان شامل، عمل في السينما وعمل في المسرح وفي الدراما وفي حتى في التلحين والغناء والإنشاد. حقيقة الأستاذ رحيم فنان يستحق أنه يحتفى به في كل مكان لما قدمه من عطاء كبير لبابل وحتى على مستوى العراق. إن شاء الله نتمنى له لهذا الفنان المزيد من الإبداع والتألق، وشكرا لقصر الثقافة على هذه المبادرة، وإن شاء الله على مبادرات أخرى. الفنان علي عدنان التويجري، مسؤول الشعب المسرحي في نقابة فناني بابل. وحضر الأمسية عدد من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين أشادوا بعطاء المحتفى به في السينما والمسرح، والذي ترك إرثا فنيا كبير، مؤكدين على أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في دعم الحركة الفنية وتعزز التواصل بين رموزها والجمهور. اليوم يوم مميز، وكما تعودنا من قصر الثقافة والفنون في بابل أن يلقي الضوء على فنانينا وأدباؤنا وكل ما يتعلق بالفن والأدب. ففي هذه القاعة، قاعة الود للدكتور العزيز باسم الأسماوي، دائما طموحين بأن نقدم كل ما هو جميل من فن وثقافة. اليوم نلتقي بشخصية فنية مرموقة، الأستاذ رحيم وادي. هو فنان بانوراما، فنان متعدد المواهب بين الموسيقى وبين المسرح وبين التأليف والإخراج. فارتئينا بأن نسلط الضوء عليه من خلال هذه الأمسية، وإن شاء الله أتمنى أن تكون أمسية جميلة بوجود هذا الحضور المميز. وأكيد الشكر جزيل حضرتكم لأنكم دائما تتابعون المشهد الثقافي في بابل.
إن شاء الله ستكون أمسية مميزة ونتناول فيها تاريخ هذا الرجل وتاريخ الحلة وكل ما يتعلق بالفن والعلم. باسم اللبان صحفي وفنان. هذه الأمسية ما هي إلا إشارة واضحة تقول سيبقى الفن رسالة إنسانية خالدة في وجدان الآخرين. لوكالة نكول إخبارية، فاضل الهاشمي، محافظة عمان.